هاي عاملين ايه؟ النهاردة انا هعمل صينية بطاطس بالفراخ. هعملها بطريقة صحية. انا كنت عملتها معاكم قبل كده بس كانت فيها زبدة وزيت وكده. النهاردة انا هعملها ني في ني. اول حاجة انا قطعت البصل حلقات حطيته في الصينية و... وقطعت البطاطس برضو حلقات و... والفراخ. انا غسلاها ونقعاها حلوة قوي. و... وبعد كده حطيتها في الصينية كده وحطيت قرنين فلفل. دلوقتي بقى هحط التوابل معاكم. أول حاجة كده معايا ملح، فلفل، مكعبين ماجي. مهم. تمام. وآخر حاجة معايا ورق لوري. أيوة. بس كده طبعا أنا يعني هدعك الفراخ حلوة قوي قبل ما أدخلها الفرن بالتوابل دي. وخليكم معايا زي ما انتوا شايفين كده انا كده دعكت الفراخ بالتوابل حلوة قوي. اخر حاجة بقى هحط لها كوباية مية وادخلها الفرن على درجة حرارة 180. فاتحة لها من تحت بس. كده بقى بعد ما الصينية طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين شكلها تحفة. بصوا انا سبتها في الاول على درجة حرارة 180 حوالي ساعة الا ربع كده على 180. آه وكنت مشغلة بس الرف اللي في النص. تمام اللي هو مشغلة تحت وحطها على الرف اللي في النص. تمام. بعد كده حطيت عملتها على درجة حرارة أعلى درجة حرارة وسبتها حوالي نص ساعة عشان تاخد لون زي ما انتوا شايفين كده. وشغلت من تحت وفوق يعني تحت وفوق ونص ساعة على أعلى درجة حرارة بس. فزي ما انتوا شايفين طلعت معايا اهي. طبعا انا كنت حاطه في الاول كوبايه ميه. لا زودت كوبايه تانية عشان حسيت كوبايه قليله على الصينيه بس. فزي ما انتوا شايفين هطلع بقى قطعه كده وادوقها معاكم زي ما انتوا شايفين كده اهو. ندوق معاكم. بسم الله. مستويه وطعمها تحفه. عايزه اقول لكم طعمها مسكر والطبقه الكريسبي اللي بتاع البطاطس دي طعمها تحفه. بصوا هي بس عشان كريسبي. مم. بصوا الفراخ تحفة. انا عايزة اقول لكم هي توتال التسوية في الفرن كان ساعة ونص. تمام. حطيتها بس اخر نص ساعة
على أعلى درجة حرارة، تمام، وشغّلت في الرف اللي في النُص، وشغّلت تحت وفوق، بس لإن هي ما كانتش راضية تاخد معايا أي لون خالص. بس وطبعًا هي بتبقى التسوية على حسب الفرن، أنا يمكن الفرن عندي عشان ضعيف شوية، فكان محتاج درجة حرارة عالية. بس المهم تحفة، جرّبوها.